النصر يفقد نقطتين في الدوري السعودي بعد سلسلة انتصارات طويلة. النصر بيقع، النصر بيفقد نقطتين بسبب الاستهتار وبسبب الثقة الزيادة وبسبب الثقة في النفس وبسبب ان انا هكسب في اي وقت والامور بسيطة. النصر النهاردة بيجيله سوري في اللفظ قلم عشان يفوق، لان لازم يبقى في استمرارية. النصر النهاردة لو كان كسب المباراة كان هيبقى في المركز الثاني في انتظار مباريات الهلال، ولكن النصر النهارده بيضيع نقطتين مهمين جدا في سباق الصدارة وفي سباق اللحاق بركب الدوري السعودي. النصر بيبدأ المباراة أمام أبها وبيتقدم بهدف عن طريق أوتافيو، ثم هدف تاني عن طريق تاليسكا، تألق ساديو ماني، تألق بروزوفيتش بشكل هايل. إليكس تيليس النهارده عمل مباراة كبيرة. خط دفاع النصر كان واقف بشكل جيد. شوط أول المفروض الأمور كانت ماشية تمام والنصر مسيطر والنصر ماشي، والنصر ضيع فرص كبيره جدا في الشوط الاولاني، كان ممكن يعمل مهرجان اهداف وينهي المباراه بشكل كبير، ولكن زي ما قلت الاستهتار والدلع والثقه بالنفس الزياده ان انا هقدر اخلص المباراه في اي وقت، وده غلط جدا في الكوره. ولكن في الدقيقه 35 ابها بيجيب هدف عن طريق النجم سعد بجير من ركله الجزاء، بيجيب هدف العوده، هدف بيدق ناقوس الخطر لنادي النصر. احنا خلي بالك المباراه فيها مشاكل كبيره. بيبدا الشوط الثاني نادي النصر بنفس الاداء ونفس الريتم وماسك كوره والكوره رايحه جايه في الملعب، ولكن تالق كبير من لعيبه النصر ومحافظين على المباراه، ونادي ابها بدا يطمع وبدا يدخل في المباراه. وبالفعل اكامبي في اخر لحظات المباراه بيجيب الهدف الثاني وهدف قاتل في الدقيقه 92 بيقتل المباراه. نرجع فلاش باك شويه. تغييرات المدير الفني لنادي النصر كان عليه علامات استفهام. بروزوفيتش ماشي بشكل هايل وانا مش كسبان كتير، يعني انا مش كسبان 3-4، لا انا فرق جون والموضوع قريب، وابها كان واضح انه بدا يطلع لقدام وبدا يدخل. نزل سيكو فوفانا عليه علامات استفهام صراحه في الاداء. مش ده سيكو فوفانا في بدايته قبل الاصابه كان حاجه، وبعد الاصابه سيكو فوفانا اداء مختلف لدرجه ان الراجل كاسترو بدا يفضل عليه. خيبري بدا يلعب اساسي جنب اوتافيو وبروزوفيتش في وسط الملعب. سيكو فوفانا نزل الاداء مش احسن حاجه، خرج ايضا ساديو ماني وبينزل عبد الرحمن غريب. الامور بقت صعبه جدا. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها، ما ينفعش النصر بادائه الكبير بلعيبته الكبيره حارس مرمى يبقى نواف العجيدي. صراحه يعني كامل الاحترام ليه، حارس مرمى سيء جدا، مش قد الامور. تحس ان اي شوطه تشوطها النصر هتدخل جول. الامور صعبه جدا في مركز حراسه المرمى. لو تفتكروا هنا من السنه اللي فاتت بنتكلم ان النصر عنده مشاكل في وسط الملعب وعنده مشاكل في حراسه المرمى وعنده مشاكل في الدفاع. كنا بنتكلم في هذا الموضوع. الدنيا اتظبطت بشكل كبير في الدفاع، بشكل كبير الدنيا اتظبطت. نص الملعب الامور بدات تبقى افضل. النصر كده كده هجوميا قوي بتاليسكا ورونالدو وماني، لكن مركز حراسه المرمى الامور صعبه جدا. اعتقد على نادي النصر التدعيم القوي في مركز حراسه المرمى. اعتقد ديفيد ديخيا فري حتى الان. اعتقد نادي النصر لازم يضم حارس مرمى قوي عشان الامور تبقى ماشيه مع النصر. عنده دوري ابطال اسيا وعنده الدوري وعنده بطولات كثيره مشارك فيها. النصر بيفقد نقطتين مهمين. النصر في المركز الثالث ب 19 نقطه، يعني كان ممكن الامور تبقى افضل وافضل، ولكن نادي ابها النهارده يستحق كل الاحترام التقدير. زكريا سامي لاعب ابها عمل مباراه حلوه جدا، سعد بجير عمل مباراه حلوه جدا. في النهايه ابها بياخد نقطه مهمه جدا من نادي النصر في ملعب الاول بارك. شكرا لكم.